ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه وجايبه لكم قصه جديده، يا رب تعجبكم. بس قبل ما نبدا القصه يلا بينا كلنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونكتب الصلاه على النبي في التعليقات. ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير، واللي انتوا تشتركوا في القناه عشان تشجعونا اللي احنا نستمر. يلا بينا نبدا. انا أمنية، عندي 23 سنه، وفي يوم صحيت من النوم على باب الشقه وهو عمال يخبط جامد، وخرج بابا من الأوضة. بسم الله الرحمن الرحيم، ايه ده؟ مين اللي بيخبط علينا في وقت زي كده؟ افتح يا بابا على طول. وبعدها فتح، وكان حسام ابن عمي. شفت اللي اخوك بيعمله؟ انا مش فاهم اخوك بيعمل فيا كده ليه. وبعدها دخل قعد. مالك بس يا حسام؟ في ايه؟ اهدى كده. عمل لك ايه يا ابني؟ انا عارف ان ابوك ده والله على طول بتاع مشاكل، معرفش ليه. ادخل الشقة النهاردة الاقيه متجوز على الله يرحمها. طب ليه كده؟ كان صبر لحد 40 وبعدين عمل اللي هو عاوزه. معقولة عمل كده؟ أنا معرفش عم جمال ده والله بيعمل كده ليه. حقه يا ابني، هنكدب؟ المفروض إنه يعف نفسه ويتجوز. وبعدين أنا اللي هقولك الكلام ده، المفروض إنك حافظ كتاب ربنا. والله أنا ما عنديش مشكلة في كده خالص يا عمي، بس كل اللي بقول عليه إنه كان يستنى 40 يعني. واتجوز مين على كده بقى؟ معرفش، أنا لسه داخل من باب الشقة لقيته بيقول لي امشي لأني اتجوزت ومش هينفع تفضل معايا هنا. طب هدي نفسك، هو انت يا بابا روح اتكلم مع عمي وقول له ما ينفعش الكلام ده. اتكلم مع مين يا بنتي بس؟ هو انت مش عارفة عمك؟ وفي الوقت ده دخل أبو حسام ومعاه شيماء خطيبة حسام. انت ايه اللي جابك هنا؟ وازاي تنزلي من بيتكم في وقت زي ده؟ خلي كلامك معايا أنا، مالكش دعوة بيها. وفيها ايه يعني ان اتجوزت؟ انت جاي تشتكيني لعمك ولا ايه؟ يا رب اللي في دماغي يكون غلط. هو انت ليه هنا يا شيماء؟ مراتي وجايه معايا. واسمع بقى يا ابراهيم، ابني مالكش دعوه بيه، انت سامع ولا لا؟ يا نهار ابيض، ازاي تعملي كده يا شيماء؟ ده انت كنتي مخطوبه لحسام. الخطوبه ما بتاكلش عيش يا حبيبتي. وبعدين انا قلت ليه 1000 مره اني عايزه شقه، وهو بقى مش عارف يجيب لي شقه. امشي اطلعي بره بيتي، مش عايزه اشوف وشك هنا، لا انت ولا اخويا، ولا عايزه اعرفه تاني. موافق، بس الفلوس اللي انت واخدها مني تكون عندي بكرة، انت سامع ولا لا؟ وبعدها مشى. شفت اخوك بيعمل فيا ايه؟ انا مش فاهم هو ازاي كده. هدي نفسك بس يا حسام. حسام نزل من عند عمه، وبعدها روح جمال البيت هو وشيماء. ادخلي يا عروسة برجلك اليمين. اظن بقى انا كده عملتلك كل اللي انت عاوزاه اهو. لا لسه، فين عقد الشقة اللي هيكون باسمي؟ مش انت قلتلي كده ولا ايه؟ واحدة واحدة يا شيماء، مش كله كده ورا بعضه يا حبيبتي. اهدي عليا، ما تنسيش اللي انا عارف انك لسه بتحبي حسام. اخصى عليك، ايه الكلام ده؟ هو انا لو لسه بحبه هعمل كده ليه يعني؟ وافضل معاك علشان تاخدي الشقة يعني؟ عيب عليك، ازاي تقول كده؟ ربنا يعلم انا بحبك ازاي وما اقدرش اعيش من غيرك. وبعدين هو ده وقته بقى الكلام ده؟ يلا بينا نروح اوضتنا. وبعدها دخلوا، وفي اوضتي كنت بكلم خطيبي هشام. يعني ايه ابن عمك هيجي يعيش معاكم؟ انت اكيد بتهزري. وازاي باباك يوافق على الكلام ده؟ هو انت عايزني اعمل ايه يعني؟ اقول لبابا لا؟ لا عادي تسكتي، ان راجل غريب يعيش معاكم في نفس البيت. هو انت فاهم انت بتقول ايه؟ مين ده اللي راجل غريب؟ ده ابن عمي، وانت عارف ان هو متربي معانا وانسان محترم جدا. اسمعي يا أمنية، انا مش هتكلم كتير. انت تروحي تقولي لباباكي دلوقتي ان ما ينفعش يعيش معاكم في نفس البيت، ده لا اصول ولا ذوق بتقول كده. ده اما هستنى الذهب بتاعي. وبعدها قفل السكه وانا رحت لبابا. ايه يا حبيبتي، هو حسام جه ولا ايه؟ يا بابا جه ودخل ينام في اوضه الانتريه جوه. بابا، هو حسام يعني هيفضل عايش معانا هنا ولا ايه؟ انت شايفه يا حبيبتي ان هو ملهوش اي مكان يروحه، هيروح فين غير بيت عمه؟ يا بابا يعني هو احنا مالنا؟ وبعدين عمي ده اصلا مش كويس معاك. هو انت ناسي اللي عمله فينا زمان؟ ودلوقتي كمان طالب منك الفلوس. وحسام ماله يا أمنية؟ انت عارفة ان الواد مش زي ابوه خالص. بقولك ايه، انا مش عايز كلام كتير. بابا، هشام متضايق ان حسام قاعد هنا، وقال لي لو فضل موجود ابعتيلي الدهب بتاعي. يعني انت رضيك كده؟ وانت قلت له ايه لما قالك الكلام ده؟
يا بابا انت عارف ان هشام بيغير عليا قوي من اي حد، وانا شايفاه بصراحة بقى عنده حق. يعني انت شايفة ان خطيبك عايز يتحكم في بيتي وانا موجود، وكمان كلمته تمشي علينا ويبقى عنده حق؟ ازاي يعني يا أمنية؟ بابا انا والله ما اقصد، بس بقولك ايه، مش عايز كلام في الحوار ده تاني، ولو بتعزي ابوكي قومي هاتي الدهب، انا هرجعه ليه. وبعدها دخل حسام. انا اسف يا عمي، بس انا لما شفت النور وسمعت صوت أمنية عندك عرفت اللي انت لسه صاحي. تعالى يا حسام، في حاجة ولا ايه؟ وبعدها طلع فلوس وقال اتفضل يا عمي، انا كنت شايل الفلوس دي عشان اتجوز بيها، بس انت اولى انك تاخدها دلوقتي، خدها واديها لبابا. انا لا يمكن اخد منك فلوس يا ابني، شيل فلوسك، انت اولى بيها، انت برضه هتخطب وهتتجوز في يوم من الايام. انا خلاص يا عمي شلت فكرة الجواز من دماغي بعد اللي حصل ده. انا مش مصدق ان شيماء تعمل فيا كده، وبعدين انا عمري ما اعتبرت ان هو اللي ابويا، انا دايما حاسس ان انت اللي ابويا. ربنا يخليك ليا يا ابني ويبارك فيك دايما يا رب. طب انا هخش اتوضى وهنزل اصلي الفجر في الجامع، تحب اجيب لك حاجة وانا راجع؟ عايزك كويس يا ابني. وبعدها خرج. شفت يا أمنية حسام عمل ازاي؟ انا طول عمري عارف ان الولد ده محترم وكويس. خلاص يا بابا اللي تشوفه اعمله. وبعدها خرجت من الأوضة، وتاني يوم خرجت قابلت هشام. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ يعني ايه باباكي اخد الذهب وعاوز يديهولي؟ يعني هو موافق ان راجل غريب يعيش معاكوا كده عادي؟ انت اللي عملت المشكلة دي يا هشام، انا كان مالي وماله، ما هو عايش في حاله وانا عايشة في حالي، وبعدين ده انسان ملتزم وبيصلي الفرض في فرضه ومتربيين مع بعض، وبجد انا بعتبره زي اخويا. انا مش عارفة انت ليه دماغك حدفت كده وبتفكر الافكار دي. خلاص مش انت موافقة على كلام ابوكي؟ يبقى الحوار ما بيننا انتهى، وانا هروح اخد الذهب النهاردة. طب اسمعني بس، عايزة اقولك حاجة. ما فيش كلام بيننا تاني، الموضوع انتهى. وبعدها مشى وروح هشام بيته. كويس انك جيت يا نعين امك، تعالى شوف الحاجات اللي جبتها لك. مش عايزك تجيبي حاجة في الشقة تاني يا ماما، خلاص انا مش عايزة اتجوز، الموضوع ده شلته من دماغي. وايه اللي غير رأيك كده؟ ما انا طول عمري بتحايل عليك تبعد عن البنت اللي اسمها أمنية دي، وانت اللي دماغك ناشفة وما كنتش راضي. حصل مشكلة ما بيني وما بينها، ابوها قال ان اروح اخد الذهب النهاردة. هو احنا بمزاجهم ولا ايه؟ طب والله العظيم انا عمري ما هسيب حقك يا ابني. معقولة اللي انت بتقوليه ده؟ انا كنت فاكرك هتفرحي لان عمرك ما حبيتي أمنية. ايوه انا ما كنتش بحبها، انا كنت عايزاك انت اللي تسيبها مش هي اللي تسيبك، وكمنها بقى هي اللي سابتك فالموضوع كده فيه كلام تاني. بجد انت كان عندك حق، ما ينفعش كنت افضل مرتبط بيها يا امي. ولا تزعل نفسك يا نني عين امك، والله لا اجيب لك حقك، وبكره تشوف. وفي شقتنا روحت البيت ولقيت حسام في المطبخ. هو انت بتعمل ايه في المطبخ؟ اخرج يلا عشان خاطر عايزه ادخل اعمل الاكل. انا عايزك تروحي ترتاحي، انا خلصت الغدا كله وهستنى عمي علشان نتغدى. ايه ده؟ هو بابا مش موجود في الشقه هنا ولا ايه؟ ايه طريقه كلامك دي يا امنيه؟ احنا طول عمرنا اخوات عادي وبنقعد مع بعض. لا يا حسام، احنا كنا بنقعد مع بعض واحنا لسه عيال صغيرين، مش دلوقتي. انا داخله اقعد في اوضتي لحد ما بابا يجي. هو في ايه يا امنيه؟ انت عمرك ما اتكلمتي معايا بالطريقه دي. مفيش، بعد اذنك. وبعدها دخلت اوضتي وجا بابا. ازيك يا حسام عامل ايه؟ هي امنيه لسه بره ولا ايه؟ لا يا عمي جت وموجوده جوه في اوضتها. انا كنت عايزه اطلب منك طلب، انت اكيد عارف الناس هنا، فانا كنت يعني عايز شقه ايجار عشان اعيش فيها. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لا طبعا انا مش موافق. معقوله بعد ما اتصرفت ليا في فلوس عايز تمشي؟ انا حاسس ان امنيه مش حابه وجودي هنا، معرفش ليه. سيبك منها يا حسام، انا عارف هي مالها وانا هتكلم معاها. يلا يلا عشان ناكل. وبعدها خرجوا عشان ياكلوا وانا خرجت اكل معاهم. وفي شقه عمي جمال دخل البيت وقال انت فين يا شوشو؟ تعالي عندي موضوع هيفرحك قوي قوي. شيماء خرجت من المطبخ. كنت بعمل لك الغدا يا حبيبي، في ايه خير؟ امسكي يا قلبي، الفلوس دي اللي كانت عند اخويا النهارده جالي الورشه واداني كل فلوسي. قال لا
وهو جاب الفلوس منين إن شاء الله؟ ما أنت طول عمرك بتقولي إنه مش لاقي ياكل، وأنا مالي بقى يا حبيبتي؟ هو أنا ليا أكل ولا بحلقة؟ خلينا في حالنا. المهم أنا هاخد الفلوس دي وأجيب بيها دهب، عايزة إيدي كلها تبقى مليانة دهب. أنا كنت فرحانة إنه جاب الفلوس اللي عنده عشان أكبر الورشة بتاعتي. ورشة إيه يا جمال اللي أنت عايز تكبرها؟ بصراحة ربنا كده أنا مش حابة الورشة دي، وأنا يا حبيبتي ما بعرفش أشتغل حاجة غيرها. بقولك إيه، إحنا نبيع الورشة وناخد فلوسها ونعمل مشروع تاني. بس أنا معرفش أي مشاريع تانية يا شوشو، خليني في الحاجة اللي بفهم فيها. يوه، أنا عايزاك تسيب لي نفسك خالص وأنا أخليك إنسان تاني. ماشي يا حبيبي. وبعدها بكم يوم رجع حسام. ازيك يا عمي، عامل ايه؟ شفت اللي حصل؟ مش أخوك صبغ شعره وبقى الورشة وبقى إنسان تاني خالص؟ خلاص يا حسام بقى، أنا مش عايزك تفكر فيه، سيبك منه خالص. بجد مش قادرة أصدق اللي هو فيه ده. المهم يلا بقى، احنا اتعودنا على الأكل بتاعك، عايزين ناكل من إيدك النهاردة. عناية يا عمي. وبعدها أنا قمت وقفت وقلت معلش يا بابا، سارة زميلتي عزماني على الغدا النهاردة عندهم، وأنا مش هينفع أقول لها لأ. البنت دي بقالها كتير ما جاتش هنا. طب ما تتصلي بيها يا حبيبتي تيجي تتغدى معانا. معلش يا بابا، خليها يوم تاني علشان أنا رتبت معاها اللي أنا اللي هروح عندهم. خلاص يا أمنية، روحي، مش عايزك تتأخري. أمنية، لو هشام رن عليكي لو سمحتي ما ترديش عليه. خلاص يا بابا، هو أصلا مش هيفكر يرن عليا تاني، كل شيء اسمه ونصيب. عايزك تعرفي يا أمنية إن شاء الله بكرة ربنا هيعوضك بواحد أحسن منه بكتير قوي إن شاء الله. وبعدها دخلت لبست ومشيت ورحت بيت هشام وفتحت أمه. والله العظيم يا أمنية أنا كنت هزعل منك قوي لما كنتش جيتي النهاردة. أنا مش مصدقة يا ماما إن أنت اتصلتي بيا وقلتيلي إنك عايزة تصلحي المواضيع ما بيني وما بين هشام. أنت ما تعرفيش أنا بحبه إزاي. عارفة يا حبيبتي، وهو كمان بيحبك، ده مش قادر ينساكي خالص. ادخلي ادخلي، ده أنا عاملة ليكي الأكل اللي بتحبيه. للأسف يا ماما أنا اليومين دول مش عاوزة أكل خالص لأني محتاجة أخس شوية. أنا باكل سلطة وبس. عينيا، دقيقة والسلطة تبقى عندك. وبعدها قعدت على ترابيزة الأكل وطلعت الأم من المطبخ وهي ماسكة طبق السلطة في إيديها وقالت اتفضلي يا أمنية يا بنتي، أحلى طبق سلطة أهو، يا رب يعجبك يا بنتي. الله يا طنط، شكله حلو قوي بجد، تسلم إيدك. والله الدايت اللي عاملاه ده خلاني أركز في السلطة أكتر. تعرفي إن فعلا السلطة دي مهمة قوي. أمال يا بنتي، ده في ناس مش بتحط على الأكل غير طبق السلطة وبس، ويدوبك مع حاجات بسيطة. وبعد شوية أكلت بس ما حسيتش بنفسي واغمى عليا. ولما فقت كنت في أوضة حماتي وهي قربت مني وقالت أخيرا قمتي، كنت عايزة توديني في داهية. ليه بس كده يا طنط؟ هو أنا عملت إيه يعني؟ أنا ما حسيتش بنفسي نسيت يا أختي تاخدي الأنسولين بتاعك ولا إيه؟ بيبقى عندك السكر ومخبية علينا. عيطت وقلت لها والله غصب عني، هو المرض ده بيجي يعني بخاطر حد يا حماتي؟ اوعي بس تخلي هشام يسيبني. هو لسه هيسيبك؟ الحمد لله اللي احنا خلصنا منك. على العموم انا ما كنتش جايباكي عشان ارجعك لهشام ابني، لا، انا جبتك بس يا حبيبتي عشان اوريكي ابني هو جاي مع خطيبته الجديدة. نزلت دموعي وقلت ايه؟ انتي بتقولي ايه يا طنط؟ بقى هشام خطبه وبالسرعة دي كمان؟ امال يا اختي هيفضل باقي عليكي كتير ولا ايه؟ على العموم قومي يلا شوفي رايحة فين، انا مش ناقصة تحصل ليكي حاجة وتيجي في وشي. قمت وانا طالعة من البيت لقيت هشام في وشي ومعاه بنت خالته اللي خطبها. لا والله، هي البنت دي تعمل ايه هنا يا هشام؟ والله مش عارف يا حبيبتي، هو انت ايه اللي جابك هنا يا أمنية؟ مش خلاص كل واحد فينا راح لحال سبيله؟ اما انت بني ادمه مش بتحسي بجد يا ستي. الراجل لما صدق خلص منك. ايه جايه هنا ليه تاني؟ بصت أمنية بدموع وقالت انا اسفه يا هشام، مش حاجه هنا تاني. ومشيت رجعت البيت وانا كنت عماله اعيط وكان حسام قاعد قدام التلفزيون. تعالي يا أمنية، انا هنزل تحت على القهوه ولما يرجع عمي هبقى اجي واقعد هنا. طيب يا حسام، مفيش داعي للزعل، انا لقيت اوضه وان شاء الله يومين الم الايجار وهمشي على طول عشان تبقي على راحتك في بيتك. ما ردتش عليه
ودخلت أوضتي وأنا بعيط، ونزل حسام وقعد على القهوة. وبعد شوية جا بابا وقال لي: إيه ده يا حسام؟ من إمتى يا ابني بقيت بتقعد على القهوة؟ أبدا يا عمي، قلت استناك ونطلع سوا. هي البنت أمنية ضايقتك في حاجة ولا إيه؟ والله لا أروح أوريها شغلها. حسام بسرعة قال: لا والله، أنا بس سبتها تقعد براحتها في الشقة. المهم إني لقيت شقة أوضة وصالة إيجار. أنت إيه اللي بتقوله ده يا ابني؟ طب من غير ما أحلف، أنت لو جبت سيرة الموضوع ده تاني لا أنت هتبقى ابني ولا أعرفك. ربنا يخليك ليه يا عمي، أنا أبويا اللي أنا ابنه والله العظيم ما بيعمل معايا ربع اللي أنت بتعمله معايا. طب تعالى بس نقعد فوق، أنت ملكش في قعدة القهاوي، أنا عارف. حاضر يا عمي، بس خلاص فاضل ربع ساعة أهو على أذان المغرب، هروح أتوضى وأصلي وأجيلك على طول. طيب أنا هروح أكل لقمة وبعدين أنزل أصلي. طب في طبق سلطة فاكهة بتاع أمنية موجود في التلاجة، بلاش تقرب منه، لا تفتكر أنا اللي أكلته طلعني من البيت. على أساس يعني لو أنا اللي قربت منه هي مش هتطلعني من البيت ولا إيه؟ ضحكوا هما الاتنين. وبابا طلع وجا عندي: يعني أنت صاحية أهو؟ أيوة صاحية يا بابا. خير، في حاجة؟ مش عايزك تضايقي حسام يا أمنية، ودي آخر مرة هقول ليكي، أنا لو شايف من ناحيته أي نظرة مش كويسة ليكي أنا كنت أول واحد حاولوا يمشي من هنا، بس الواد مشوفتش منه أي حاجة وحشة لا سمح الله. عارفة يا بابا، أنا اللي كنت فاهمة غلط وموهومة بكلام هشام. فعلا حسام أخويا وأكتر كمان. شاطرة يا بنتي، ربنا يكملك بعقلك يا رب. أنت هتتغدى قبل ما تنزل مش كده؟ طب ثواني أنا هجهز لك الأكل. لا يا أختي ما تعمليش حاجة، حسام عمل كل حاجة، حتى السلطة بتاعتك اللي بتاكليها عشان السكر هو عملها لك. الواد ده شكله كده هيخلينا نتعود على الكسل، وأنا بحب الكسل قوي. وضحكوا هما الاتنين. وبالليل كانت أمنية قاعدة بتتفرج على التلفزيون، وجا حسام وقال: ممكن أقعد معاكي ولا هضايقك؟ لا مش هتضايق خالص، تعالى اقعد يا حسام. وبعدين أنا أسفة على طريقتي السخيفة اللي كنت يعني بكلمك بيها قبل كده. يا بنتي عيب تقولي كده، انت أختي الصغيرة وأنا عمري ما هزعل منك، وانت معاكي حق، أنا لولا الظروف والله كنت أخدت مكان تاني، بس انت عارفة اللي حصل. من غير ما تكمل يا حسام، ده بيتك، اوعى تقول كده تاني. وبعدين أنا ما كانش معايا حق، أنا فعلا كنت غلطانة. طيب أنا مستعدة أكلم هشام، أنا عارف إن المشكلة كانت بسببي، خليه يفهم الموضوع صح. لا يا حسام اوعى تعمل كده، هشام كان بيتلكك أصلا عشان نسيب بعض، لأنه راح على طول خطب بنت خالته. إزاي يعمل كده؟ يا بنات الناس لعبة عنده ولا إيه؟ على العموم إن شاء الله ربنا هيكرمك باللي أحسن منه. ربنا يخليك يا حسام، أنا هدخل أنام بقى لأني حاسة إني تعبانة شوية. ألف سلام عليكي. طب محتاجة حاجة أعملها لك؟ لا شكرا، تصبح على خير. ودخلت نمت. وعدى أسبوع في التاني. حصل يا بنتي بقالك ساعة بتكوي في القميص كده هيتأخر. يو يا بابا ما أنا بكوي فيه أهو. وطلع حسام من أوضة الأنتريه: أنا لبست غيره يا أمنية، بقالك ساعة بتكوي فيه، أنا كده مش هلحق الانترفيو. المهم والأهم من القميص اللي أنت لازم تطلع لي من الشركة اللي أنت بتشتغل فيها دي عريس، ويا سلام بقى لو كان المدير، هدعيلك ليل نهار. المدير حتة واحدة، وبعدين مش لما تقبل في الشغل الأول؟ إن شاء الله يا ابني تتقبل في الشغل وربنا يكرمك ويعوضك. راح فعلا الشغل، وبعدين لما رجع جهزت الغدا. أمال فين عمي يا أمنية؟ بابا جوه مريح شوية لحد ما أنت تيجي عشان نتغدى. بس بقولك إيه، مالك قلب خلقتك بالشكل ده؟ اوعى تقول إنك ما اتقبلتش في الشغل. إيه يا شيخة، فلا ولا فالك، الحمد لله ربنا كرمني واتقبلت. بس يعني إيه؟ قول أنت، بس يعني إيه؟ يا ستي أبويا اتخانق مع مراته وطردته برا البيت وقعد قدام الشقة يعيط. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب روح هاته يقعد عندنا هنا. طلع بابا وقال: هو مين ده اللي يجي عندنا؟ هو مش عمك؟ بس أنا ما استأمنوش على البيت ولا حتى استأمنوا عليكي. يا بابا ما يصحش كده، حسام موجود وده مهما كان باباه. لا يا أمنية، بابا معاه حق، أنا هعمل بأصلي، خليه يروح يقعد في الشقة اللي كنت هجيبها إيجار. طب هو بيصرف منين بقى؟ أنا سمعت إن هو باع الورشة. للأسف هو أبويا وأنا هقف جنبه علشان خاطر ربنا. حسام معاه حق يا بابا، مهما كان ده أبوه. طيب اللي انتم شايفينه صح اعملوه،
وقبل ما أرد عليهم وقعت وأغمى عليا. وبعد شوية صحيت لقيت بابا واقف متعصب وقرب مني وقال: طيب يا بنت انتي، مين اللي عمل فيكي كده؟ قولي. أنا مش فاهمة أنت بتقول إيه يا بابا. إيه؟ يعني إيه مش فاهمة؟ هو أنت لسه هتكدبي كمان؟ يا عم استنى لو سمحت اسمعها الأول. والله العظيم أنا مش فاهمة أنتوا بتتكلموا على إيه؟ أغمى عليكي، ولما الدكتور جه وكشف عليكي قال إنك حامل. أنت بتقول إيه يا بابا؟ أكيد الدكتور ده فاهم غلط. حامل إزاي بس؟ والله العظيم ما حصلت حاجة زي دي. أنا وحسام أخدنا عينة منك ونزلنا عملنا تحليل وطلعتي فعلا حامل. أنا قصرت معاكي في إيه عشان تفضحينا الفضيحة دي؟ لو سمحت يا عمي تعالى نطلع بس وريح أعصابك شوية وبعدين نتكلم ونشوف حل. وهم طلعوا وأنا فضلت أفكر وأقول مين بس اللي عمل كده. وافتكرت اليوم اللي رحت فيه عند حماتي وقلت أكيد هي وابنها اللي عملوا فيا كده. وبره قال حسام لبابا: بقولك إيه يا عمي، أنا ممكن أتجوز أمنية عادي، دي مهما كان بنت عمي وأنا أولى بيها، وأنت ذنبك إيه يا ابني؟ الشلشلة مش بتاعتك. طب اهدى أنت بس وكل حاجة هتتحل. وتاني يوم طلعت من ورا أبويا ورحت لحماتي: منك لله على عملتي فيا، أنا ذنبي إيه إن ابنك مش عاوزني؟ عملت ليكي إيه يا حبيبتي؟ هو أنت جاية ترمي بلاكي علينا ولا إيه؟ شوف أنت حطيتيلي إيه في السلطة لما كنت عندكم وخليتي ابنك يعمل فيا عملته، ودلوقتي أنا حامل. لا يا حبيبتي أنا مش بعمل كده، أنا وقتها جبت ليكي دكتور وعالجتك، بس فعلا خير تعمل شر تلقى. حرام عليك يا ستي، قولي الحقيقة اللي قلتها لك، أو بالعقل كده هكون عرفت منين إن عندك سكر لولا إني جبت الدكتور. أمال مين طيب اللي عمل فيا كده؟ يا حبيبتي ما تروحي تشوفي مين اللي عمل كده بعيد عن دماغنا، احنا ناقصينك ولا إيه؟ ولا أنت جاية ترمي بلاكي علينا وتلبسينا مصيبة؟ مشيت وروحت البيت ولقيت حسام قاعد زعلان. انت كنت فين؟ ازاي تخرجي من البيت اصلا؟ كنت عند ابو اللي في بطني، رحت لهشام. انت بتقولي ايه؟ مستحيل الكلام ده. وليه مستحيل؟ انا عارفه كويس ان هو اللي عمل كده. ورحت لامه وقلت لها ان هو لازم يجي يتجوزني، بس اللي حصل لا مش هشام ابو اللي في بطنك، اللي في بطنك ده ابني، انا محدش غيري يقرب منك. انت يا حسام؟ انت؟ ازاي؟ ده انت اخويا. لا أنا مش أخوك يا أمنية، أنا حبيتك. أنا طبق السلطة اللي بقدمهولك كنت بحطلك فيه حاجة تخليكي مش حاسة بنفسك، وكان لما عمي ينام باجيلك وقبل ما يكمل كلامه دخل بابا وقال: أنت يا حسام أنت تعمل كده في بنتي بعد ما لمتك من الشارع؟ أنا آسف يا عمي، أنا مش هسيب أمنية، هتجوزها. ده أنت غصب عنك لازم تتجوزها، والواد ده هيتكتب باسمك. وعلى فكرة أنت لا هتقعد هنا تاني ولا عايز اشوف وشك، وبعد ما تولد تطلقها، وانت وابوك مش عايز اشوف وشكم تاني ابدا. وكويس ان بنتي جت وجابتني من الشغل وقالت لي انها شاكه فيك، ويا ريت بنتي من الاول كنت سمعت كلامها لما قالت ان وجودك هنا غلط. انت بتقول ايه يا عمي؟ اللي في بطن امنيه ده ابني، انت ليه عايز تحرمني منها ومنه؟ عشان انت حبيت السرقه زي الحراميه وخدت حاجه مش بتاعتك بعد ما امنتك عليها. امشي من هنا ولا استنى لحد ما تتجوزها. وفعلا بابا خلاه يتجوزني، وبعد ما ولدت جه يوم اللي انا المفروض اتطلق منه، بس هو جه وفضل يعيط وقال: انا اتعاقبت ببعدي عن امنيه علشان خاطري وعشان خاطر ابننا، خلينا نكمل. قرار ليك يا امنيه، فكري كويس، حتى لو انا غلطت ابننا ذنبه ايه يتربى بعيد عننا احنا الاتنين؟ علشان خاطري فكري كويس، انا غلطت ومعترف بغلطي. وقفت وقلت: أنا مش هقدر أثق فيك، طلقني يا حسام، وابنك هيبقى فيه وقت معين تقدر تشوفه فيه، إنما أنا ما أقدرش أمنك على نفسي بعد اللي أنت عملته. ودي كانت آخر مرة أشوفه فيها، وبعد كده كان بيقابل ابنه بعيد عني كل كام شهر، وده كان أكبر عقاب ليه إن حرمته من ابنه. وبكده تكون خلصت الحكاية. أشوفكم في قصة جديدة، ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة.